عايزاه توفري وقت ومجهود، وكمان داخل علينا الشهر الكريم، بنحب نوفر الوقت علشان نقعد نقرا قرآن او نصلي. تعالى اقول لكم ب3 فرخات بس هنعمل 9 وجبات تكون معانا، هتوفر معانا وقت ومجهود وكمان فلوس. هنعمل النهارده 9 وجبات ب3 فرخات بس. يلا كده نقول بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جبت 3 فرخات وقلت للفراخي ان هو يقطعهم لي، يجيب لي 3 وراك يخلوهم لي و3 وراك يسيبهم لي سلام. اول حاجه كده هاخدكم واحده واحده. جبت ال3 وراك السلام، ابتديت ان انا افصل الدبوس عن الصفيحه دي او الجزء ده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هشيل ال3 دبابيس واجيب ال3 اجزاء من الورك دول، وابتدي ان انا اجيب البصل. انا كده فرمت كميه البصل اللي هحتاجها في التفريزات بتاعتي. جبت بصلايه كبيره فرمتها وحطيت عليها فلفل اسود وملح بس. تبلت البصله كويس قوي زي ما انتوا شايفين، وبعد كده حطيت عليهم الاجزاء اللي انا طلعتها من الاوراق بالشكل ده. بضيف عليهم التلات رقاب بتاعه الفراخ. يبقى كده عملنا اول وجبه تكفي من 3 ل4 اشخاص. بالشكل ده بتكفي 3 اشخاص. بالشكل ده ببتدي ان انا احطها في الطبق بتاعي واحط فوقيها التتبيله كويس، او بعد ما دخلت التتبيله من جوه ومن بره، وابتدي ان انا اغلفها واحطها عندي في الفريزر. تعالوا نشوف تاني وجبه بتاعتنا. بجيب ال3 دبابيس وبجيب الاجنحه والاجزاء اللي شلتها من البانيه عشان اطلع الصدور، بيبقى فيها هياكل بتاعه البانيه. ببتدي ان انا بعد ما غسلت طبعا كل كميه الفراخ بتاعتي، بجيب بقى توم باودر وبصل باودر وفلفل اسود، وعندي كمان قرفه، وعندي معلقتين من الصلصه، وابتدي ان انا اتبل بقى التتبيله بتاعتي. وبحط كمان علبه زبادي صغيره، وعندي زيت، وعندي زي تقريبا معلقتين زيت، وعندي كمان دبس رمان باخد منه معلقتين، وبحط كمان توابل فراخ، وعندي شويه خل. وابتدي ان انا اقلب المكونات دي كلها مع بعض او التتبيله بتاعتي، وابتدي ان انا انزل بدبابيس الفراخ والهياكل والجناحه بتاعتي بالشكل ده. يبقى كمان عملنا كمان وجبه كمان. ببتدي ان انا اقلب التتبيله كويس قوي في الوراك بتاعتي او الدبابيس بتاعتي بالشكل ده، وابتدي ان انا اغلفها، احطها الاول في طبق واغلفها كويس قوي، وادي تاني وجبه. تعالوا بقى نشوف ال3 وراك التانيين انا عملت بيهم ايه. لكل احنا 3 فراخ يعني 6 وراك، خدت 3 وراك عملت بيهم وجبتين، وال3 وراك التانيين انا قلت للراجل ان هو يخليهم لي من العظم. ببتدي ان انا اقطعهم شيش. احلى لحوم في الشيش اللي هي الوراك. ببتدي بقى ان انا اقطعهم قطع مكعبات صغيره، واتبلها بقى علبه زبادي، بابريكا، قرفه، ملح، عصره نص ليمونه، وكمان فلفل اسود، وكمان توابل فراخ. ببتدي ان انا اقلب المكونات او التتبيله كويس قوي، والتتبيله دي ريحتها تجنن. بحط فيها الوراك اللي انا قطعتها قطع مكعبات صغيره بالشكل ده، وابتدي ان انا اقطع فيها فلفل الوان بالشكل ده، واحضرها عشان تبقى جاهزه على اللي انا احطها في الاسياخ بتاعتي بالشكل ده. عايزه اقول لكم ان ريحه التتبيله دي خطيره. بمكسن الموضوع ده كله مع بعض، وبعد كده بحطه في الطبق بتاعي، وادي عملنا كمان وجبه خطيره. بقفل اهم حاجه تقفلي على الوجبات دي كويس قوي بالشكل ده. تعالوا بقى نشوف الصدور. انا قطعت كل صدر على 2، بقى اصبح عندي 6 صدور ل3 فراخ. ببتدي ان انا اشيل الموزه اللي موجوده في كل صدر بالشكل ده. اشيل كل الموزه الحته الطريه اللي بتبقى تقريبا سايبه الصدر كده بالشكل ده، بشيلها عشان هقولك هنعمل بيها ايه. بعد كده بجيب صدر واحد من صدور الفراخ بالشكل ده، يعني نص صدر فرخ. تمام. فهبتدي ان انا اقطعه ستريبس بالشكل ده، بالطول بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبجيب القطع بتاعه الموزه اللي انا قطعتها، ببتدي ان انا شلتها من صدور الفراخ، ببتدي ان انا اقطعها برضو لو هي كبيره. تقريبا وزن فرخه، كل فرخه من اللي انا جبتهم تقريبا 2 كيلو ونص. كل ما تبقى كميه حجم الفرخه كبيره بتديكي لحوم اكتر. ببتدي ان انا احط الموزه اللي انا قطعتها، ال6 موزات اللي انا طلعتهم من صدور الفراخ، واضيفها على نص صدر الفرخه اللي انا قطعته. تعالوا بقى نتبلها. بحط كوبايه من الميه، توم باودر وبصل باودر، وعندي بابريكا، وعندي كمان كاري. وابتدي ان انا اقلبهم مع بعض، وطبعا بحط الملح، وبحط شطه لو انت حباها سبايسي. وبعد كده بحط الستريبس بتاعي بالشكل ده، وبقى عندي احلى تتبيله ستريبس خطيره. ببتدي ان انا احطها عندي في طبق واغلفها كويس قوي. وكمان عملنا الستريبس عشان نطلعه على طول على التسويه على طول بالشكل ده، وبغلفه كويس.
بنقدمها مع بطاطس مقلية وحبة رز، بجد بتبقى خطيرة. تعالوا نجيب كمان صدر. بجيب صدر وبجيب كل قطعة من الصدر وببتدي ان انا اقطعها على 3 بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، علشان احنا عايزين نعمل احلى شاورما تبقى خطيرة، وعايزين نعمل وجبات مختلفة خالص. حتى لو هتعمليها في رمضان او في الايام العادية تبقي كده مبدعة من 3 فرخات، عاملة كل اللي نفسك فيه. ببتدي ان انا اقطعها بالشكل ده على شكل شاورما، بالشكل طولي تكون رفيعه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وابتدي ان انا اعمل لها التتبيله بتاعتها. عندي معلقتين من الزبادي، عندي معلقه من الكاتشب، عندي معلقه من الصويا صوص. لو ما عندكيش صوص مفيش اي مشكله. عصره نص ليمونه. وابتدي ان انا انزل الفراخ بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وبديها تقليبه. نسينا نحط التوابل توم باودر وبابريكا، وعندي كمان من كل حاجه نص معلقه. وعندي كمان بابريكا وملح وفلفل اسود ونص معلقه صغيره من الثوم المفروم. بقلب المكونات مع بعض زي ما انتوا شايفين كده، وكده عملنا احلى شاورما خطيره طالعه على التسويه على طول. ونقلبها كويس قوي وبحطها في الطبق اللي هنفرزها فيها، وبحطها عندي في الفريزر زي ما انتوا شايفين كده. كل حاجه انا بخلصها برجع بعد كده بحط كل حاجه بكتب عليها اسمها علشان ما اتلخبطش. بقيت الصدرين بتوع الفراخ ببتدي ان انا افرمهم عندي في الكبه، باخد نص الكميه وبتبلها بقى عشان نعمل احلى كفته رز خطير. عندي بصله كبيره مفرومه، توم باودر وبصل باودر وبابريكا، وعندي فلفل الوان وفلفل حار، وكوبايه ونص من دقيق الرز. وعندي كمان خضره، عندي كده زي كوبايه من الخضره. عندي بقدونس وشبت. ببتدي ان انا افرم كل المكونات دي كلها مع بعض زي ما انتم شايفين عندي في الكبه. هنعمل احلى كفته رز خطيره. ببتدي ان انا اصبعها، ببل ايدي من الزيت وابتدي ان انا اصبعها في الاطباق بتاعتي. طلع عندي طبقين محترمين، يعني وجبتين من كفته الرز بجد كانت خطيره، وريحتها ولونها يجننوا. فرزيهم عندك. وطلع عندي من صدر فرخه طلعنا احلى طبقين من كفته الرز. بقيت بقى صدور الفراخ اللي انا فرمتها اللي خدت نص الجزء بتاعها، ببتدي ان انا احط عليها بطاطسايه مبشوره. عندي معلقتين من البقسماط، معلقتين من النشا، عندي بصلايه كبيره مفرومه، وعندي فلفل الوان وفلفل سبايسي. وابتدي ان انا افرمها عندي المكونات دي كلها عندي في الكبه، وبتبلها ملح وفلفل اسود وبهارات فراخ وكمان بابريكا. ببتدي ان انا اصبحها بالشكل ده. بكون عامله جايبه ميه البصل وحط عليها معلقه من الزيت ومعلقه من البابريكا، وابتدي ان انا اصبعها. هيبقى معايا احلى طبق كفته خطيره. بجد كانت الوصفات كلها احلى من بعض. والكبد والقوانص انا ما نسيتهاش، ممكن تزوديها بكبد وقوانص عندك زياده عندك، وهتعملي احلى رز بالخلطه خطيره. والوجبات زي ما انتم شايفين كده كلها جاهزه. بكتب عليها بقى كل حاجه اسمها ايه عشان تبقى عارفه لو انت حابه تعملي وصفه النهارده ايه، تبقى سهله معاكي ان انت تطلعيها من الفريزر بكل سهوله. الوصفات كلها احلى من بعضها، كفته الفراخ وكفته الرز وكمان الكبد والقوانص والشيش. وعملنا وصفات حلوه كتيره جدا. وكمان وصفه الصفايح بتاعه الوراك دي تعمليها مع صينيه بطاطس بجد كانت خطيره. ووصفات كلها حلوه قوي، جربوها هتعجبكم جدا. يا رب النهارده يكون الفيديو عجبكم. هتوحشوني للفيديو الجاي. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.